عمري ما سمعت ملك المغرب يخرج يقول أول دولة في العالم وأول مملكة في العالم وأحسن منظومة في العالم وأحسن شبكة طرقات ما كانش، ما يكذبش. البلد الوحيد والنظام الوحيد والشعب الوحيد الذي استفاد من الرئيس تبون هو الشعب المغربي. بكل صراحة ما قدمه تبون للمغرب لم يقدمه أي رئيس أي زعيم للمغرب. تبون من خلال سياسته الغبية، من خلال سياسته الفاشلة، يقدم على طبق من ذهب هدايا للنظام المغربي اللي الآن راهم فرحانين يقول لك خلونا تبون. الآن تبون أصبح يخدم مصالح النظام المغربي أكثر من مصلحة النظام الجزائري. السلام عليكم. صدق بن زديرة لما قال تضلوا تغوتوا على المغرب وناسين حالكم، تضلوا تغوتوا على المغرب والمغرب أحسن منكم، وأكبر مستفيد من حكم تبون وهم المغاربة. ولكم تيدعيو يعني وتيقولوا تبون بقى وتيدعيو الجزائر تيقولوا خليوه. أكبر مهرج تيضحك المغاربة وهو تبون، أكبر يعني بلان المغاربة وهو تبون. في الظل ديالو الحكم ديالو المغرب مشى سنوات ضوئية، سواء دبلوماسيا ولا سياسيا اقتصاديا ولا اجتماعيا. خلينا تي حاجة على الجزائريين واستفدنا من الهبال ديالو والحماق ديالو. مشاهدينا الكرام، يا طول الحديث خليكم ندخلوا نشوف اشنو راه جاري في الجزائر. لا سوق عامر، لا حديد محرك ولا حتى حاجه. فرحوهم ليت السنه زياده صاروخيه في المحروقات في مده 5 سنوات ما زادوهاش. قال لي لا زينه وزادها نور الحمام. نشوفوا جميعا الاخ المقطع على الاطلاق. انا عمري ما سمعت ملك المغرب يخرج يقول أول دولة في العالم وأول مملكة في العالم وأحسن منظومة في العالم وأحسن شبكة طرقات ما كانش، ما يكذبش. البلد الوحيد والنظام الوحيد والشعب الوحيد الذي استفاد من الرئيس تبون هو الشعب المغربي. بكل صراحة ما قدمه تبون للمغرب لم يقدمه أي رئيس أي زعيم للمغرب. تبون من خلال سياسته الغبية، من خلال سياسته الفاشلة، يقدم على طبق من ذهب هدايا للنظام المغربي اللي الآن راهم فرحانين يقول لك خلونا تبون. الآن تبون أصبح يخدم مصالح النظام المغربي أكثر من مصلحة النظام الجزائري. فقدنا كلش، نخلقوا أعداء كل يوم، نخلقوا أعداء. انت نربحوا على الناس، هو نضلوا نربحوا الناس. درنا أعداء في كل مكان، لم يبقى لنا صديق. المغرب أمام مالي، وكانت أيضا فيها بزاف حالات تحكيمية مشكوك فيها لصالح المغرب ضد مالي. فيعني على المستوى الرياضي الكروي الكل كان يرشح المغرب على اعتبار ما قدم من مستويات ونتائج في المدة الأخيرة، لكنه الآن يعاني من صعوبات كبيرة في التأهل. وما حدث في هذه المباريات يدفع التساؤل المشروع: ماذا يحدث في الكواليس؟ ماذا يفعل لقجع الآن في الكواليس حتى لا يدع هذا اللقب يغادر المغرب؟ هذه أسئلة مشروعة، يعني الكل الذي يشاهد المباريات بات يطرحها. وأيضا هذا ما وقع أمس أعاد التحكيم الإفريقي إلى قفص الاتهام، رغم أن هذا التحكيم الإفريقي لم يخرج من قفص الاتهام في يوم. السلام عليكم. الله يطلب الفرغاية كاع فارغين تقريبا، كاع فارغين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبات قلالي فيهم السلعة، غير شوية بطاطا وشوية من طاب الناس تجي تقضي والو، ما كاش خضرة في المرشي. الله يجعل الخير، كوامن كاع محابسين. هذا مرشي تاع رغاية، أكبر مرشي في الوسط. قطميش حاجة ورا الشعب هذا. نرجو ربي يكونوا بالك مجال ما نعطش. مولاي الصحراء إلى 11 كرا 11 مالا كيفه؟ ورا سرطات ولا الشعب هذا ولا تبخر طلعت اسمع ورا الشعب.
بالك ارهاب طرقات على يجري هذا ما ارهاب طرقات راكم تسميو فيها قدم السلام نضرب انا 15 سنه ولا 20 سنه حبس على جال باكيطه خبز نروح نجيب فيها لوليداتي. كاين اللي عنده سمانه ما روحش، كاين اللي عنده شهر ما روحش ما شاف لا وليدات ولا المراه نتاعو ولا اهله ولا ابن عم ولا صحابه ولا حبابه. تجي انت اليوم تقول له ارهاب طريق، طيح له بكرامته، معليش طيح له بالشرف تاعو تقول له انت ارهاب طريق. احنا مواطنين ونعمروا بلادنا ان شاء الله، احنا نبغي الخير ان شاء الله للبلاد هذه. تقول له نحكم عليك 15 سنه و20 سنه و10 سنين سنه. ديروا لنا روحنا، ديروا لنا هذا ما كناش نخرجوا من الدار. انا ارهاب طريق وانت راجل ما تمثلش القانون. على المدرسين والله ما تبدل القانون ما تحرك لها روضه. لازم القانون يتبدل هذا وينقصنا في الغازوال، ينحونا هذه لافينيات، ينحوا تاع الكفاءه، سينو ما ناش حابسين. والله يقتلنا ناكلوا الطاب والله ما نفروا. السلام عليكم. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في مقاريين 10 ايام 20 يوم شهر شهرين 3 اشهر 4 اشهر رانا مقاريين، رزق على ربي. واليوم القانون هذا ما عادش قانون. اليوم القانون ماهوش قانون. 7 سنين ولا في العداله على خدمه شيفور. ما عطيتوناش حقنا وتقولوا كاين العدل وكاين الاخر. ما كانش العدل، وراه العدل هذا، وراه العدل. لا اللي جا بروسي كل يوم احنا هاد البروسيات وكل يوم هاد الاخر. 7 سنين واحنا في المحاكم. مولاي يقول لكم الزياده اللي قال لكم عليها ما كاش منها، كان غير يزعق معكم وانتم اللي زعقتوا بن عمي. مولاي يقول لكم الزياده اللي قال لكم عليها ما كاش منها، كان غير يزعق معكم. اليوم يعني كانت فيه الجلسة النهائية على مستوى البرلمان، وإن كانوا يعني السيدات والسادة النواب صادقوا على مشروع القانون اللي تقدمنا به، قانون المرور الجديد. هذا القانون هذا اللي تقريبا يعني ادى الوقت اللازم والكافي سواء في الإعداد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وكذلك دراسته سواء على مستوى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، وخذ بعين الاعتبار كذلك التوجيهات اللي أعطيت من طرف السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال هذا. تمت اليوم يعني، وبعد ذلك تم دراسته على مستوى اللجنة على مستوى البرلمان، وتم يعني المشاركة تاع كل الفاعلين بما فيها السلطات الأمنية وكذلك الحماية المدنية وإطارات كذلك وزارة الداخلية، وتم الإطراء نتاع القانون كما يجب. واليوم تم عليه تم المصادقة على هذا القانون. فنقول باللي باش يعني نحن نطمح أنه بهذا القانون إن شاء الله نضع حد إلى ما سمي وما اتفق على اصطلاحه بإرهاب الطرقات. مشاهدينا الكرام، أكيد سمعتوا ما يجري في الجزائر. المارشيات خاويين، طرقان مقلعين، والأمياه تسبح فيها السيارات، والمواطن الجزائري يحلف ويعيد ويحلف، فتقول لك ما نحرك الحديد ديالي إذا ما نقصوش. والمواطن الجزائري صامت خوفا من الحراش أو من ملفات جاهزة. هذه هي الحقيقة ديال الجزائر حاليا، ما نتكلموش حاجة قديمة وزيد عليها يعني الرشونج ديال البياس ما كاينش، وزيد 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 وزيد. مشاهدي الكرام، وسمعتوا بزدير اشنو قال؟ افضل فترة ذهبية تعيشها المغرب هو في ديال الحكم تبون على جميع المستويات. هذا هو يعني تبون يعني الظل ديالو استفد المغرب يعني سنوات ضوئية. حقاش علاش تعجبوا المحاجية ويعجبوا يصفق ليه يعني في منصات التواصل، والجزائر يعني المواطن الجزائري يعاني في صمت. وشراو ما كان وتهلاو فيهم بطبعة الأوراق، والاقتصاد غادي تنزل والديون تتراكم، الديون الداخلية، والاقتصاد الجزائري يتهالك. ويعني من يسيطرون على منصات التواصل أصبحوا مقربين من تبون. الحقاش هادكم اللي تيجيروا لتبون، حتى من أئمة CCP ديال المخابرات الجزائرية ولاو تيحلموا بتبون، يصطنعون الحلم ويدعمونه بالكلام أن تبون شناه دار وشناه في الظل ديالو وكذا وكذا. فيعني تعاونوا مع تبون الجن والإنس، كاع المقربين اللي باغيين يدور معاهم فتتهلا في هذا وتزينوا الحكم ديالو. والمواطن البسيط يعني تحرق بالليل ماشي بالنهار، يعني فرا من هذا الجحيم
ديال النظام العسكري وجهته تبون ويعني اللي صار كالعداوات مع كل الجيران وعلى راسهم المغرب. المشاهدين الكرام، فاش شفتوا يعني كان غير الضرب في المغرب، ما كاين غير التشنضيل، غير التشكيك، حتى من كان فتشوفوا بان هجمه شرسه، ان يعني احنا شاريين الحكام ويعني يمهدون لضربه قاسيه ان شاء الله نتمناوها لهم اليوم باش يخووا علينا منا. كاين ناس زوينين في الجزائر ولكن هذوك الخايبين كنطوا بينا بزاف. فيعني من الاحسن يعني يسدل الستار على مشاركه الجزائر في الكان، لحقاش يعني كاين قله منهم زوينين ولكن اكثرهم يعني تنقولوا تابع النظام ويخدم مصلحه النظام ويتقربون بسب المغرب والبحث على كل ما يسيء الى المغرب. مشاهدينا الكرام، نعاود التعليقات ديالكم في الفيديوهات اللاحقه وراكم الله.